الإعلام يعني الإبلاغ عن حدث ما، وقد كان قديما عملية نقل الخبر يستغرق زمنا طويلا ويعاني صعوبات كبيرة، وكل الأخبار التي حدثت سابقا تنقل إلينا عبر وسيلة إعلامية ما، وقد كان الإنسان هو الناقل الأساس، ثم كان الحمام الزاجل الذي ينقل الرسائل من مكان إلى مكان آخر. ولكن الآن وبفضل التطور العلمي والتقني اتسع دور الإعلام بشكل كبير حتى بات جزءا من حياة الناس اليومية. وهنا يسرني أن ألتقي في منتدى هيفي الثقافي مع الإعلام الشاب عماد يوسف لنتحدث معه عن قضايا متعلقة بالإعلام. فأهلا بكم أستاذ عماد. أهلا وسهلا. بداية لو نتعرف على هويتك الشخصية قبل البدء بمحاور نقاشنا لهذا اليوم. عماد يوسف، مدير موقع كليك الثقافي والتعليمي والتنموي، مراسل لعدة مواقع إعلامية منها شبكة نوروز وآكا نيوز وحركة الشباب الكرد، إضافة إلى بينوسانو الجريدة الرسمية لرابطة الكتاب والصحفيين. أعمل مدربا في مجال الإعلام في المنطقة، دربت عدة دورات إعلامية في كل من عامودة وديرك ورميلان وشلاغة. نعم، من الطبيعي بداية أن نعرف الإعلام، هذه الكلمة التي يتداولها الكبير والصغير، فما هو الإعلام اصطلاحا؟ الإعلام هو كل ما يبث من أخبار، من تقارير صحفية على وسائل الإعلامية، سواء التلفزيونية المرئية أو السمعية كالراديو أو الجرائد الورقية، أو كل ما يبث من أي خبر سواء كانت في الإعلام أو في الشارع الكردي. وهل تعتقد أن الإعلام ضرورة؟ وما حجم هذه الضرورة؟ طبعا الإعلام هو الضرورة، وهي السلطة الرابعة في كل منطقة وفي كل دولة. يقال بأن الإعلام إخبار عن حدث، ما علاقة هذا النقل الخبري بالمعرفة العامة؟ الإعلام من شأنه أن يوسع مدارك كل إنسان ومدارك الشعوب الباحثة أو الإنسان الباحث عن المعرفة، فبدون الإعلام لا يمكن لأي إنسان منا أن يعرف ماذا يحدث حوله وما يحدث في محيطه وما يحدث في العالم أجمع. طبيعي لكل الأمور معايير خاصة، ما هي معايير نقل الخبر؟ أعتقد بالنسبة لنا أهم المعايير هي المهنية في التعامل مع الحدث، والمصداقية في نقله، وعدم الافتراء والأكاذيب في نقل أي حدث ما. وهل تعتقد أن الوسائل الإعلامية تتقيد بهذه المعايير؟ بالتأكيد لا تتقيد، لأن لكل وسيلة إعلامية سياستها الخاصة بها، تسير حسب رغبة المانحين لها، حسب السياسات الموجودة في المنطقة، حسب القوة المتحكمة في المنطقة. مسألة صناعة الخبر، هل له وجه واحد أم يتم ذلك حسب المصالح المتباينة للوسيلة الإعلامية والشخص الإعلامي وزاوية رؤيته للحدث؟ بالتأكيد لها عدة أنواع لصناعة الحدث. نحن في الدورات الإعلامية كنا دائما نعطي عدة مصادر أو عدة طرائق لكتابة الخبر. ما يهمنا دائما هو الحيادية في نقله، أما من الزوايا الأخرى وهو ما يتعلق بسياسة كل جريدة، سياسة كل وسيلة إعلامية، فهذا ينطبق على هذه الوسيلة إلى كيف تنظر إلى الأمور أو إلى الأحداث أو مدى مراعاتها للمصالح العامة في المنطقة. ومن يحدد سياسة الوسيلة الإعلامية؟ المانحون؟ طبعا المانحون. طبعا قد في المناطق الكردية بشكل عام سياسات الحركات الكردية، المجالس الموجودة، القوات المتحكمة في المنطقة هي التي تحدد هذه السياسات. إضافة قد يكون هناك أفراد أو إعلاميون مستقلون يكتبون ما يشاءون حسب آرائهم ومعتقداتهم. من الضروري أن يكون الإعلامي مثقفا طالما هو ناقل ليس إلا. ماذا يفيد ذلك؟
يحتاج الإعلامي إلى ثقافة عالية أكثر ما نقول عنه أنه إعلامي، لأن الإعلام لا ينقل الواقع نقلا تسجيليا فقط، وإنما يحلل الوقائع للناس. فأي حدث يحدث في المنطقة أو في أي مكان يجب على الإعلامي نقله بوعي، بإدراك، كي لا يمزج بين الأمور فيما بينها. وعندما يحاول الإعلامي أن ينقل الخبر، هذا نقل الخبر هذا كيف يستطيع أن يوفق بين نقل الخبر بالمصداقية وتمثيل سياسة الوسيلة الإعلامية؟ أعتقد أنه السياسات الموجودة في المنطقة تتبع لكل حركة سياسية أو جهة سياسية، لكن الإعلاميون في المنطقة أعتقد قل ما يوفقون في هذا الجانب. قد يكون الخوف أو الرهبة أو الجهة المتحكمة في المنطقة هي التي تفرض سياستها دائما. هذا يؤدي بالإعلاميين أن يغيروا أو يعملوا بشكل مخفي لكتابة أو لنقل هذه الأحداث حسب رؤاهم الخاصة بهم. كما أفهم ليس هناك وسيلة إعلامية مستقلة بمعنى الكلمة. بالتأكيد ليست هناك استقلالية، ولكن المهم هو حيادية في النظر إلى الأمور. نعم. وكيف ترى صفات الإعلام الناجح؟ صفات الإعلام الناجح يجب أن يكون الإعلامي لديه منهج ومعيار في كتابة الأحداث، يجب أن يلم بكل ما يحدث في المنطقة سياسيا وثقافيا، يجب أن يتحلى بالمزيد من المصداقية، أن يكون لديهم مصداقية في نقل الأخبار، أن يكون مصطلحاته الإعلامية نابعة من روح الشعب هذا. سمعت بأنك تكتب الشعر أيضا، ما رأيك أن نستمع إلى قصيدة؟ أهلا وسهلا. قصيدة بلا عنوان. بينما كنت في الطرقات سائر، راودتني فكرة غطت على كل الخواطر، فحملت أقلامي وكراس الدفاتر، وشرعت أكتب عنها، والروح يا للروح ينهل من مآثر. جفت الأقلام وأنهيت ما بين يدي من الأوراق ومكتبة الدفاتر. أخذت من مياه البحر مدادا أكتب بها على صفحات السماء عن الزمن المعاصر، لكنها يبست ولم تنتهي سلسلة المخاسر. وتركت روايتي بلا عنوان كقطيع بلا راع يساير، أخبئ اسمها في القلب حتى لا يراها كل محتال وقاصر. ما كنت أدري أن الذئاب التي بدأت باحتلال الأرض قد بدأوا بالتفتيش في أعماق المشاعر. أم أكتب الاسم المستعار فيعتلي غيري قمم الكواكب، وأنا أبقى بلا تاريخ ولا مجد ولا وطن ولا صوت به في كل ناد أجاهر. وأعلم أنه سيأتي ذلك اللص القديم المعاصر، ويسرق فكرتي مني كما أرضي ويعلنها خالصة له، ويلعب على كاسات الخمر بأرواح ومصائر. هكذا بعثت له دون أن يعمل ويفكر، ولا على فراش اللهو يغادر. متى يأتي ذلك اليوم الذي أكتب الاسم الصحيح لكل ما أكتب وأفكر وأغامر؟ متى يأتي اليوم الذي أكتب على غلاف الشمس أعوذ بالله أن أجهر بالمشاعر؟ ثورة الدم أنستني المجاذر، والرقيب حارس على الإعلام، والرقيب حارس على الآذان، وفي الإعلام يحلل ويحاذر. ما الذي سيكتب في الفراغ لو أني تذاكيت عليه وأشاطر؟ حتى متى ستظل مجهول الهوية كما العنوان على كل الخواطر؟ حتى متى سأطارد على وطني من قبل الغزاة الكواسر؟ طال انتظاري
والحلم يكبر والأحزان أيضا وتعيدني إلى زمن المفاخر. أيام كانت جدتي توصي طفلها أن تصرخ في وجه كل من لدماء الطفل والإنسان هادر. لا بأس أن أصرخ من جديد، لا ريب قد تزهر مزاهر. لا بأس أن أعرض العنوان وأسند جبهتي لجدار السجن أو لتهليل الأساور. غدا نغني الليل في وطني ونطلق النار من كل الحناجر، وتبتسم الزهور وأكتب اسمك يا وطني في القلب في العين على الرايات على صرح الشهيد في المقابر. وأذود من التراب من الماء من نسيم الصبح في وطني، وأجعله مدادا لأشعاري والخواطر. وأقول مقولتي أبدا في كل المحافل: لن يهنأ الإنسان في وطن، لن يهنأ الإنسان في وطن يلبس الثوب المستعار ويعيش على أنغام الضفائر. كان قديما ينقل الحدث عبر عشرات الأشخاص شفهيا غالبا، وهذا الخبر صحيح يطرأ عليه تغيير، ولكن تصل روح الحدث. والآن مع كل هذه التقنيات ينقل الخبر الواحد وفي لحظة ذاتها بعدة أشكال. هذا الاختلاط الناجم عن نقل الخبر بعدة أشكال سببه وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك. أحدهم سوف ينشر خبرا ما على صفحته، ترى الآخر يأخذه وينقله بطريقة أخرى ليغير من صياغتها، فيحول من وجهة الخبر ومن حدوث هذا الشيء أو حدوث هذا الأمر، يغير من المعلومات الصادرة منه كي يوسع من خبره لينقلها إلى موقع أو شبكة أو أي شيء، فنرى الخبر بوجوه متعددة. الحدث أي حدث له خصوصية متعلقة بحياة بعض الناس، فما الذي يجعل من حدث ما ذات أثر أوسع أو حتى عالمي؟ الحدث لما يكون مؤثر على حياة الناس، قريب منهم جغرافيا، متعلق بحدث كانفجار كقتل كأي أمور هدول، يعني متعلقة بالجانب الإنساني، هذه الأحداث مؤثرة أكثر على بقية الأحداث الأخرى. مثلا الأحداث الإنسانية المتعلقة بالجوانب الإنسانية كأحداث القتل، الانفجارات المتعلقة بالأمور الإغاثية، الناس يتأثر بها أكثر، يقرأوها أكثر، يتابعون مثل هذه المواقع اللي تنشر هالأحداث أكثر من الأحداث الأخرى مثل الاحتفالات أو غيرها. تعني أن نوعية الحدث طبعا يفرض نفسها، النوعية والموقع الجغرافي. مثلا أنا أهتم بالأخبار الواردة من منطقة شلآغا أكثر من خبر يكون بالحسكة، لأنه إذا سمعت أنه في شيء بالمنطقة أروح أشوف شو موجود، ما الحدث اللي صار، شو صاير هنيك، أثر على الناس ولا لا. ولكن نلاحظ هناك أحداث صغيرة نتيجة اهتمام الإعلام بهذه الأحداث تجعلها يعني ذات أهمية كبرى، بالمقابل هناك أحداث كبرى يصغرها الإعلام. التضخيم نابع من السياسة الصحفية أو السياسة الإعلامية لموقع ما. مثلا إذا كنت أنا أعمل بموقع ما، في حدث صغير أستطيع أن أنشره، يعني لدي إمكانية لنشره، فأكيد سوف أستطيع تضخيم هذا الأمر. أما إذا كان في حدث ولو كان كبيرا بس ما في إعلام داعم له، لا يمكن تضخيمه. أتاحت الظروف الجديدة في البلاد مجالا ما لانتشار وسائل إعلامية متنوعة، المقروءة منها والمسموعة على الأخص. برأيك ما هي خصائص الإعلام الكردي الجديد؟ الإعلام الكردي ما زال في المرحلة الجنينية، ما زال متابعته الأخبار من المستوى الطفولي، نستطيع أن نعبر عن ذلك، لأنه صحيح في كثير وسائل إعلامية وردت، لكن نسبة التغطية قليلة جدا، تهتم بالحدوث دون النتائج. يعني مثلا يعتقل فلان، اليوم الثاني قد الفلان يتحرر كمان، ولكن في الإعلام يبقى فكرة أو حدث الاعتقال فقط.
هذه الأحداث المتتابعة يجعل من الإعلام يجب أن يكون في مهنية أكثر في متابعة الأخبار. هل له مصداقية على الساحة الاجتماعية الكردية؟ أعتقد فقد الشعب الكردي مصداقيته من الإعلام الكردي، لأنه سياسات الحركات الكردية هي التي وجهت المجتمع الكردي إلى أن هذا الإعلام مسيس، هذا حزبي، هذا متعصب، فهذا الشيء أثر على الجمهور الكردي كمان. كذلك الظروف الحالية أتاحت فرص عمل في القطاع الإعلامي أكثر من القطاعات الأخرى، وأغلب من يعمل في هذا القطاع الآن ليس ذو اختصاص، إنما الموهبة وأمور أخرى مثل دورات مكثفة وقصيرة هيئت مجموعة كبيرة في هذا المجال. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ وهل هذا يؤثر على سوية المادة الخبرية؟ زيادة أعداد العاملين في هذا القطاع وفي القطاع الإعلامي نتيجته من الداعمين المانحين، لأنه المنظمات الداعمة في سوريا هي أول شيء دعمت الإعلام لكي يعرفوا ماذا يحدث في المنطقة أولا، أما عدد العاملين فيها فكمان نتيجة يعني القطاع الإعلامي بيوفر المال، بيوفر دورات، بيوفر وسائل أو مواد إعلامية، فيجعل من الشباب يعني يهتم بهالأمور، خاصة وجود النت الفضائي أو الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع هي التي استقطبت أعداد كبيرة من الشباب للعمل في هذا المجال. مرة أخرى نرتاح مع قصيدة تختارها لنا. قصيدة الموت. أنا الموت آتيكم من الصمت، من النور، من عمق المخافر. أنا الدنيا فلا تيأسوا أبدا إذا نمتم على حبل أو كان ملعبكم يشيد تحت أروقة المقابر. أنا الموت أحيا من الدنيا، فالحب في كانونه لا ينبت إلا إذا استسقى من سحاب ماطر. أنا قلم لا أنحني أبدا حتى يجف الحلم الكبير في أنامل أمة قاصر. أهتف بالصمت فتسمع الأقدار أني لم أمت حتى مع السبع العجاف ولا من ظلم القياصر. حداد مات أقولها أبدا، لكنه أحيا ملايين من الموت والتشريد ومن قطاع الحناجر. أنا الموت وكسرى غاب في تابوتي، وحتى سمعه في نحور الناس غادر. أنا الموت والضحاك في قبضتي تحت ريعان العدالة قاهر. أسمع بالنور لكن ما رأيته أبدا، لا في الصباح ولا في الكوكب العابر، ولا حتى مع الجدول الزائر، الجدول الذي غنى حول ضيعتنا. كم سعدنا برؤيته، برونقه، بعطره الفواح، لكنه زائر. وهو لا بد مهاجر، والموت موت الروح لا الصمت الذي يرويه لنا شحب الأظافر. الموت يسحبنا مع الريح، مع النسمات، مع الليل الطويل والصباح الماكر، ويظل يخطفنا من الأمل اللذيذ الذي غاب عن أعيننا تحت شباك الخواطر. ويبقى الموت في أعماق وحدتنا، وفي جنات ضيعتنا، في شوارعنا، مدارسنا، رسائلنا، وفي قصائد الحب التي كتبناها مرارا وتكرارا عن حبيبتنا. ويبقى الموت لي أملا يدك لي عرش الجبابرة الكواسر، وتبقى إرادتي الصلبة تدفعني إلى العيش مع الموت، مع الحب، مع الآلام في الظلم، وتدفعني إلى قلب المشاعر، إلى توحيد رؤيتنا بتوحيد الحواضر، إلى تحويل ظلم الأمس مشعا بالبشائر. أنا لم أمت بعد حتى يبتاع ميراثي وأرضي وتنعلني حوافر، وتذهب أمتي تقتات خبز اليوم من يدي هزهزة الخواصر. أنا الموت أطلبه على العيش في الذل أو بين أفخاذ سيدة الأساور. أنا الموت أطلبه على أن أرى أزهار ضيعتنا تدنس حين يرشفها أصحاب المجازر. هل تلاقون صعوبات في عملكم اليومي؟
بالطبع الإعلاميون دائما وفي كل مكان يلاقون صعوبات، خاصة في ظروف الثورة والفوضى. الصعوبات تكون أكثر لدى الإعلاميين. ما هي هذه الصعوبات؟ الصعوبات تتعلق بوجود تراخيص من عدمها. الشارع لا يتقبل الرأي الآخر. هناك جهات متحكمة أو مسيطرة في المنطقة لا تقبل الإعلام الحر الموجود في المنطقة، لا تقبل نقل الحدث إلا من مصادرها الرسمية. أليست هناك قوانين ناظمة لهذا العمل؟ في المجتمع الكردي أو في المناطق الكردية القوانين الناظمة صار فيها فوضى كثير. مثلا كل حزب أصبح له نقابة صحفيين خاصة به، اتحاد صحفيين خاص به، اتحاد إعلام حر. هذه الكل منهم قوانينه الخاصة والتي لا يعترف بها الآخر. من حق الإعلام بل من واجبه أن يتدخل في كل شيء، بمعنى أن ينتقد السلبيات ويقف على طرق معالجتها. هل المؤسسات المشكلة مفتوحة للإعلام؟ أكيد لا، ليست مفتوحة للإعلام. لا يمكن للإعلام أن يتحرك دون إذن مسبق، أو حتى لو هذا الإعلامي حاول أنه يعمل بشكل أكثر حرية سوف يتعرض للكثير من الاضطهاد. والإعلام يبحث عن الشفافية ورفع الغطاء عن عيوب المجتمع. فهل المجتمع الكردي يدرك حقيقة دور الإعلام حسب مشاهداتك الخاصة؟ لا، المجتمع الكردي لا يدرك إلى الآن ما هو دور الإعلام. الإعلام عنده أن فقط توجهه إلى الإيجابيات، أن تترك ما يحدث، أن تترك سلبيات هذا الواقع. والإعلام ليس فقط نقل الإيجابيات في المجتمع، وإنما نقد الواقع أو نقل الواقع بما يحاول إصلاحه للناس. هناك عدد كبير من الإعلاميين الكرد يعملون في محطات تلفزيونية كردية في أجزاء كردستان الأخرى. ماذا تقول لهم؟ وهل من الممكن الاستفادة من طاقاتهم في وقت ما؟ الإعلاميون الذين يعملون في محطات إعلامية خارج حدود رجاء طبعا يمكنهم أن يفيدوا أبناء الوطن من خلال تقاريرهم، من خلال ما يبثونه من أخبار. إعلامهم لديهم مادة أكثر، لديهم مهنية أكثر. بعض الوسائل الإعلامية، ليس كلها، البعض والآخر متحزبة، يستطيعون عمل دور كبير، لأنهم شعبنا في روجافا عم يتابع تلك القنوات بشكل يومي، لكن تأثيرها إلى اليوم خافت. من ناحية أخرى، وكونك قد غطيت مهرجانات الشعر الكردي إعلاميا، ما رأيك بمستوى تغطية هذا الحدث؟ مهرجانات الشعر الكردي منذ بداية الثورة كان عم تلاقي تغطية تقريبا مناسبة، خاصة السنة الأخيرة كانت كل الوسائل الإعلامية من جرائد، من مواقع، من قنوات فضائية موجودة. كان أكثر من السنوات الماضية. أنا عم غطي من 3 سنوات المهرجان، وكنت إعلامي المهرجان في نشر الدعوات، عمل صفحة، نشر تقارير المهرجان. في السنوات الماضية كان في شوية برود من القنوات، بس شيئا فشيئا عم تغطي كويس. هالسنة كانت كتير كويسة تغطية الإعلامية. في الحقيقة المجتمع الكردي مجتمع حي رغم كل الذي حدث. فمثلا نرى السياسي يكتب الشعر، والمرأة في المنزل تكتب الشعر وتغني، والإعلام يكتب الشعر، ولربما هو أحد متنفسات هذا المجتمع. وأنت بدورك مارست كتابة الشعر. حبذا لو نستمع إلى نموذج آخر مما كتبته. ربما لو كنت معي كنت لي بيتي الذي يجري من بين يديه أدمعي. ربما نامت على رمش عينيك حكاياتي وذابت سرورا أضلعي. ربما قلبي تهافت كوميض النور في در بهي، وتساوى الليل في صبح أضاء كالنور في عينيك من نور الوحي. ربما لو كنت معي كنت قد أرسيت سحابا أذرعي،
ومضيت أسقي من سحر عينيك بالهوى كل ساحات الوعي. ربما نظمت شعرا وحيه من لثمتيك بحره خط يديك رسمه في مرتعي. ربما كنت نهاري كنت ليلي والقمر، ربما أبعدت فكري من متاهات القدر، وحلمت اليوم فيك بعد أن ضاع العمر. ضاع ميثاقي وأمني لاح شكي والقدر، هذه الدنيا ستبقى موعدا بين حبي والسفر. ربما لو كنت معي كنت قد أنسى الأمل، أنسى ما كنا عليه من حنين للمقل، أنسى آياتي وحزني في ترانيم الوتر. ربما كنت في قلبي دوما وهج آيات وقبل، ثم مات السر فينا كشعاع قد أفل، ثم عاش الحب فينا مثل نهر من عسل. هكذا تمضي الحياة والنوى كيفما كان حصل. لو نسمع منك كلمة تقولها للإعلاميين الجدد. أتمنى من الإعلاميين الجدد التحلي بكل ما يتعلق بالمهنية في الإعلام، التعامل مع الأحداث بواقعية، عدم الافتراء وعدم وانتهاج سياسة إعلامية واضحة، والالتزام الحيادية في نقل أي خبر موجود في المنطقة. وآخر كلمة لمن توجهها؟ وجهها للإعلاميين وللشعب الكردي بشكل عام. أتمنى أن يكون الإعلام الكردي موجها نحو سياسة قومية كردية واضحة، من تعمل على صياغة حالة سياسية وثقافية في المنطقة تكون منبرا لكل إنسان كردي. أستاذ عماد يوسف، لكم جزيل الشكر.